من هو هذا الشاب الذي رفض الملايين فقط ليحقق حلمه بارتداء قميص ريال مدريد؟ حتى ليونيل ميسي نفسه اندهش بعد أن لعب إلى جانبه. اسمه نيكو باز، شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، يحمل الجنسية الإسبانية والأرجنتينية. ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفاً مذهلاً ضد نابولي، لكن بعدها قرر النادي بيعه إلى فريق كومو الإيطالي مقابل 6 ملايين يورو فقط. قرار أثار دهشة الجميع، فلم يفهم أحد لماذا سمح فلورنتينو بيريز برحيله. لكن كالعادة بيريز أثبت أنه يفكر بخطوة أبعد، فقد وضع بنداً ذكياً في العقد يتيح له استعادة اللاعب مقابل 9 ملايين يورو فقط. وفي هذا الموسم لعب نيكو باز 6 مباريات في الدوري الإيطالي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى من مركز خط الوسط، لتقفز قيمته السوقية إلى 55 مليون يورو. بل إن نادي توتنهام قدم عرضاً ضخماً بقيمة 70 مليون يورو لضمه، لكن جوابه كان حاسماً: لا، نيكو يريد العودة إلى ريال مدريد الموسم المقبل، وبيريز لن يدفع سوى 9 ملايين لاستعادته. والأجمل من ذلك أنه تم استدعاؤه إلى منتخب الأرجنتين الأول، وفي ظهوره الأول قدم تمريرة حاسمة إلى ليونيل ميسي نفسه. قصة شاب رفض المال ليعيش حلمه في الملك.